نور، مش هنسيبها ضلمة. هو ليه كان لازم يسوع يموت علشان الله يغفر للبشر خطاياهم؟ ليه كان لازم نوع التضحية ده بالتحديد؟ ليه كان لازم فدا؟ تعال أقولك. لو أنا سايق عربيتي ورحت داخل في عربيتك مدغدغها لك، وأنا وأنت عارفين إن هي غلطتي، الطبيعي إن يكون أنا المسؤول عن دفع ثمن تصليح عربيتك، صح؟ طيب لو بعد الحادثة أنت اكتشفت إن أنا ما عنديش تأمين، ما عنديش فلوس، وما عنديش حلول، هتعمل إيه؟ وقتها بيكون قدامك اختيارين. الاختيار الأول إنك ترفع عليا قضية وتشوف القاضي هيحكم لك بإيه. الاختيار التاني إنك تقرر إنك تسامحني. بس وقتها أنت مش بتقرر إنك تسامحني ببلاش كده، لا، أنت وقتها بتقرر إنك تتحمل تدفع تمن تصليح العربية اللي أنا بوظتها لك. يعني بتدفع تمن تصليح غلطتي اللي أنا ما قدرتش أدفعها. اللي أنا عايز أقوله لك إن مفيش غفران ببلاش. كل مرة حد قرر إن هو يسامح حد، هو قرر فعلياً إنه يتحمل نتيجة غلطة هو ما غلطهاش. وهنا بتيجي إجابة السؤال، ليه كان لازم يسوع يموت؟ لأن في قانون الله أجرة الخطية موت، وأنا وأنت كسرنا قانون الله. ولأن الله قرر يغفر ليك ويغفر ليا، فهو بالتالي قرر فعلياً إنه يدفع ثمن خطيتك وثمن خطيتي. عشان كده كان لازم موت، كان لازم فدا، كان لازم صليب. لأن الغفران مش ببلاش، الغفران له ثمن.